هاي شاركس، انا سعيد والنهارده جاي اعرض عليكم قصه ايمن واشرف. ايمن واشرف اتنين كانوا شغالين في قطاع البترول، وكان كل واحد فيهم بيقبض مرتب مخليه عايش عيشه مرتاحه جدا. وبعد مرور السنين لقينا ايمن طالع في برنامج شارك تانك مصر، واشرف لسه واحد معرفه شايفه نايم تحت الكوبري من يومين. ايه بقى اللي عمله ايمن واشرف خلى كل واحد فيهم يوصل للي هو عليه دلوقتي؟ ده موضوع حلقه النهارده. انا سعيد والنهارده هنتكلم عن ازاي تكون شارك. قبل اي حاجه بس خلينا متفقين ان ايمن ده مش مقصود بيه ايمن عباس الشارك بتاع البرنامج، ماشي؟ هي جت كده. في الاول لازم نبقى متفقين ان الغنى والفقر مش حظ، الموضوع ارزاق، لكن برضه لازم تاخد بالاسباب. يعني ما ينفعش تبقى قاعد طول النهار بتتفرج على افلام وبتشرب هوت شوكليت وفي الاخر تيجي تقول لي انا ربنا خد مني الفلوس واداني الصحه. يعني ده حتى الصحه انت مش عايز تحافظ عليها. قوم اتحرك يا بيه، خد تعال، انت رايح فين؟ انت جاي تتحرك دلوقتي؟ استنى، ما جت عليا. ايمن وهو شغال في شركه البترول، ومع انها كانت بتجيب له دخل يعيشه مرتاح من غير ما يعمل اي حاجه، الا انه كان بيحاول يطور من نفسه وبيتعلم مهارات جديده على طول، زي اداره الاعمال والاستثمار وغيرها كتير من المهارات اللي ممكن تنفعه في يوم من الايام. وكان مؤمن جدا بمقوله ستيف جوبز اللي بتقول تعلم كل شيء وجميع النقاط سوف تلتقي في يوم من الايام. خلينا بس قبل ما نكمل نتفق ان انا مش جاي اقول لك كلام تنميه بشريه خالص، انا جاي اعرض لك مشكله وحلها، فكمل معايا واصبر للاخر. المهم ايمن فعلا كان بيطور من مهاراته على طول، على عكس اشرف اللي كان على طول مأنتخ في البيت وفرحان بالشهاده اللي معاه، الوظيفه اللي هو شغالها اللي جايبه له مرتب كبير. فاول حاجه لازم تعملها عشان تبقى مستثمر انك تستثمر في نفسك وعقلك، دي اول حاجه اتعلمناها من ايمن. المهم ايمن واشرف كانوا شغالين في نفس المكان، لكن ايمن كان بيوصل على طول في ميعاده ونادرا ما اتاخر، واشرف كان مشهور في الشغل بحاجتين، اولهم التاخير. معروف اشرف يتاخر. تاني حاجه ان هو مبهدل في نفسه كده، لبسه كل قطعه فيه غاليه فعلا بس مش عارف ينسقوا مع بعض، مكتبه على طول مش نظيف، وكل ما تساله على حاجه يقول لك ضايعه مني، وبعد يومين مثلا وهو بيدور على حاجه تانية يلاقي الحاجه اللي انت سالته عليها. واحده من ضمن اهم عادات الاثرياء واغنيه الكوكب بتاعنا هي التنظيم، سواء تنظيم الوقت او تنظيم المكان. بيل جيتس بيقول لك قبل الانشغال بانقاذ الغابات الاستوائيه ابدا بترتيب غرفتك والاشياء التي حولك. تنظيم المكان وتنظيم الوقت هم من الحاجات اللي بيخلوك منظم حياتك بشكل عام، وعارف انت ماشي ازاي وهتعمل ايه ليه وفين وامتى. ومن ضمن التنظيم ده تنظيم المصاريف. كتير من الناس متخيلين ان الشخص الغني ده بيخش المكان يشتريه ويمشي، واخدين صوره نمطيه عن الشخص الغني انه عامل زي احمد مكي في فيلم طير انت. لكن لو جيت للسبب الحقيقي اللي مخلي شخصيه احمد مكي في فيلم طير انت، اللي هو الشخصيه اللي كان معاها فلوس كتير ده، بالبذخ ده، هو ان الفلوس جايه له بالسهل، على النقيض تماما مع الشخص اللي تعبان في الفلوس. هو عارف قيمتها وعارف جت ازاي، مش بيحسبها فلوس، هو بيحسبها وقت. يعني هو بيقول لك انا اشتغلت مثلا 5 ايام عشان اقدر اجمع المبلغ ده، هل الحاجه دي تستاهل تعب 5 ايام؟ فلما بيصرف الفلوس دي بيصرفها بحكمه، وعشان كده الجيل الثاني والثالث هم اللي بيضيعوا الفلوس. لكن انا عذرك، تصرف الاغنياء بحكمه مع الفلوس ليه كذا سبب غير ان هم جايبينها بصعوبه. اولهم هي ان المغريات اللي بتاثر عليهم اقل بكتير من المغريات اللي بتاثر عليهم. اصل الشركات اللي بتستهدف الطبقه دي من المجتمع اقل بكتير قوي من الشركات اللي بتستهدف الطبقه اللي انت فيها، هي الطبقه المتوسطه او اقل من المتوسطه. الطبقه المتوسطه والاقل من المتوسطه هي اكتر طبقه مستهدفه، لان غالبا الطبقه العاليه دي هم اصحاب الشركات اللي بيستهدفوا الطبقه المتوسطه. ثانيا انت ماشي بمبدا الممنوع مرغوب، مفيش فلوس اجيب عربيه، او مفيش فلوس احدث العربيه بتاعتي، خلاص اروح استلف او اخد قرض عشان احدث العربيه بتاعتي او اشتري عربيه جديده. ليه؟ الحاجه دي ممنوعه، فاول ما معاه فلوس او ممكن اتداين واستلف عشان يبقى معايا فلوس واشتري الحاجه دي، لانك ببساطه مش قادر تعمل ده في العادي. على عكس الشخص الغني اللي بالنسبه له العربيه دي عادي، يعني معايا فلوس، فبالنسبه له العربيه مش مغريه قوي زي ما هي مغريه ليه. دي حاجه مش مكتوبه في السكريبت بس هحاول اوصلها بطريقه اسهل. انت بالنسبه لك الحاجه اللي اغلى من مستواك بتحس لما بتشتريها ان انت اللي عليت لمستواك، على عكس الشخص الغني انه لما بيشتري الحاجه دي عادي مش فارقه معاه، يعني هي ما علتش من مستواه حاجه. وعشان السببين اللي انا شرحتهم لك دول كان ايمن بيخش على طول بعربيه موديل السنه اللي قبل اللي فاتت، واشرف لازم كل سنه يخش بعربيه موديل السنه، واشرف لازم كل سنه يجدد العربيه بتاعته. واشرف ده مش عامل اي حساب لتقلبات الزمن ولا للمخاطر ولا اي حاجه، ما بيشيلش فلوس على جنب ولا بيستثمر فلوسه ان هو يحافظ عليها، حتى مثلا يجيب ذهب. تلاقي اشرف كل فتره بياكل قفا اصعب من اللي قبله. اشرف عمل ايه؟ انما ايمن مكهرب قفا، عامل حساب لتقلبات الزمن والمخاطر اللي ممكن تقابل. بالعكس ده هو كان بيستعد للخطر ده قبل ما يجي، لو التغيير كان ايمن هو اللي بيساعده، وكان بيحب يجرب ويفشل، مش بيخاف من الفشل، بالعكس ده كان بيرسم له طريق. شخصيه زي ايمن دي تخلي كل الناس تحبه، وهو فعلا من الذين كان عامل علاقات استراتيجيه قويه جدا مع رجال اعمال ومستثمرين واصحاب مشاريع ومناصب عاليه. حتى زمايله مثلا اللي في الشغل كانت علاقاته حلوه معاه، لما كان في الكليه وفي المدرسه علاقاته كانت حلوه مع زمايله، واللي بقى منهم دكتور واللي بقى منهم مهندس ومحامي وقاضي
وكل دول حبايبه، والعلاقات دي واحده من اهم الحاجات اللي ممكن تخليه غني، اهم من الفلوس نفسها. على عكس بقى اشرف كان منطوي على نفسه على طول، يا اما قاعد قدام التلفزيون يا اما ماسك التليفون وما بيحبش يتعرف على حد، ولما بيجي يتعرف على حد ما بيحبش يبقى اعلى منه عشان البرستيج وكده، مع ان الشخص الاعلى منك ده لو علاقتك بيه كويسه هو هيسحبك لفوق. لا، برستيج اولا ثم كل حاجه. من ضمن الحاجات اللي خلت اشرف يوصل انه ينام تحت الكوبري طريقه صرف. اشرف اول ما مسك الشغلانه اللي بتقبضه مبلغ محترم دي كان بيخش السوبر ماركت يصرف 70% من مرتبه. اتكلمنا في فيديو قبل كده ازاي السوبر ماركت دي بتقدر تخدعك عشان تشتري من عندهم، واشرف ما كانش بيتفرج علينا فما كانش عارف الخدعه اللي بيخدعوه بيها دي ووقع فيها. المهم بعد ما صرف 70% من مرتبه في اول اسبوع، ال 30% الباقيين دول بيوزعهم على خروجات الشهر. اشرف في مره حب يشتري حاجه اعلى من مرتبه، اعلى من ال 100% كلها، فراح خد قرض من البنك. بقى يخش في اول اسبوع يصرف 70% من مرتبه، وال 30% دول يتحولوا لاقساط. مكافاه ليك بقى عشان ما توصلش المرحله اللي اشرف وصل لها دي، هقول لك على احسن نظام تصرف بيه فلوس. النظام اللي ايمن كان شغال بيه هو نظام ال 50 30 20. لو انت مش عارف النظام ده فانا هشرحه دلوقتي، ولو انت عارفه ومش شغال معاك استنى عليا شويه هشرح نظام بعد. نظام ال 50 30 20 ده هي عباره عن نسب بتقسم مرتبك بنسبه 50 و30 و20%. 50% احتياجات اساسيه، 30% رغبات، 20% توفير واستثمار. طب يعني ايه؟ انت بتقعد قاعده صفا كده مع نفسك وتبدا تشوف كل مصادر دخل، سواء بقى وظيفه، ايجار شقه، ايجار محل، وبتسجل كل المصاريف بتاعتك. يا ريت لو تبقى متابع من شهر او شهرين قبلها كمان. بتكتب بقى كل حاجه، ايجار لو انت مؤجر، واقساط، واعلى رقم ممكن يجي للخدمات زي الكهرباء والميه والغاز، ومصاريف الاولاد لو في. بتحدد سقف لكل فئه من الثلاثه: الاحتياجات، الرغبات، والاستثمار. الاحتياجات زي اللي لسه قايلها لك من شويه، ودي سقفها 50% من دخل. والرغبات او الرفاهيات، ودي زي الاكل بره او الاكل الغالي لو حتى في البيت، واللبس الغالي، واي حاجه تزيد عن احتياجك. يعني مثلا انت عايز تفطر، ممكن تفطر ب 30 جنيه وممكن تفطر ب 200 جنيه. 30 جنيه دول احتياجات، اما ال 170 الباقيين دول رفاهيه. الاستثمار وده مش محتاج توضيح 20%. ممكن تستثمر في الاسهم، وممكن تحافظ على قيمه فلوسك في الذهب، ممكن تستثمر في العقارات لو معاك مبلغ كبير. طبعا في واحد دلوقتي هيجي يشاور عليا ويقول لك ده عايش في ميه البطيخ ومش عايش على ارض الواقع معانا. انا قلت لك استنى معايا وهراضيك. ولنفترض ان في واحد احتياجاته الاساسيه اكتر من 50% من مرتبه، يعني مرتبه صغير لدرجه ان احتياجاته اكتر من 50% من مرتبه. عادي انت ممكن تغير النسب دي، لكن بتوصل لحد ادنى من مرتبك. يعني مثلا لو انت احتياجاتك اقل حد بيها هو 70% من مرتبك، فخلاص خليها 70%، و20% مثلا رغبات، و10% استثمار. لكن الحاجه اللي ما ينفعش تسيبها خالص هو اللي يبقى فيه نسبه على الاقل التوفير والاستثمار. في طريقه تانية ممكن تستخدمها وهي طريقه الاولويات. شفت انا برمي الاولويات يعني ايه؟ اولا كده انت بتجيب مرتبك وتشيل منه جزء توفير او استثمار او طوارئ. بعد كده بتبدا توزع باقي دخلك بالاولويات. قسط كبير مثلا بياخد نص مرتبك، ده ليه الاولويه. يعني انت لو ما دفعتوش مثلا هتتاذي قانونيا او كده، فتدفعه. باقي المرتب بتقسمه على احتياجاتك الاساسيه، ولو اتبقى منه حاجه دي بتبقى للرغبات، ما تبقاش خلاص. وممكن عشان توفر شويه تشتري السلع اللي مش بتبوظ بسرعه بكميات كبيره من عند بتوع الجمله، عشان تستفيد انت من فرق السعر ده. لان الفرق ده ولو كان بسيط مع كذا منتج هيعمل لك مبلغ مش قليل، ومع كذا شهر هيعمل لك مبلغ اكبر. ولو على الاكل ممكن تفكر بدل ما تقلل من مستوى الاكل او جودته، تفكر في تقليل الهالك. يعني بدل ما مثلا بنعمل كيلو رز بيترمي نصه بعد الاكل، لا اعمل نص كيلو. وفكر مرتين قبل ما تشتري الحاجه، ولو الحاجه دي مش مستعجل عليها قوي استنى 24 ساعه. لو لسه عايز تشتريها استنى 24 ساعه كمان، يعني لو هي مش ضروريه او كده. اقعد فكر في الموضوع بشكل عقلاني، هل فعلا انت محتاجها لاغراض ضروريه ولا انت محتاجها كرفاهيه؟ يعني لو انت محتاجها كرفاهيه ومعاك الفلوس اللي تخليك تصرف مبلغ زي ده في رفاهيات، اعمل كده عادي. وحاول تستغل العروض اللي السوبر ماركتس بتعملها، بس العروض الحقيقيه، خليهمش يضحكوا عليك. مش عارف ازاي بيضحكوا عليك؟ روح شوف الفيديو بسرعه من هنا، قلت لك ازاي بيضحكوا عليك. طيب لو انت واحد دخله بقى اصلا اقل من احتياجاته، ربنا معاك. قدامك حل من اتنين: يا اما تشوف شغلانه مرتب اعلى، يا اما تشوف شغلانه تانية. ولازم تتعب وتطور من نفسك عشان الشغلانه ام 3000 تبقى ب5، وام 5 تبقى ب7، وام 7 تبقى ب10، وهكذا. وانا عارف ان الكلام سهل، بس انت لازم تتعب فعلا عشان تلاقي، والا هينتهي بيك المصير زي صاحبنا اشرف وهتنزل تنام جنبه تحت الكوبري. فوانت نازل ما تنساش تعبر لي عن مدى اعجابك وعدم اعجابك الفيديو ده من الزر لتحت، واعمل شير لحد ممكن يهتم بنفس الموضوع، واعمل سبسكرايب لو عايز تشوف فيديو اكتر مني. ومش قادر تستنى الفيديو اللي جاي ممكن تاخد لك لفه في القناه، وقول لي في كومنت من وجهه نظرك ازاي ممكن نطور المحتوى اللي بنقدمه هنا عشان نقدم حاجه تليق بيك. سلام. لو لسه ما تعرفش فاحنا عندنا صفحة على الانستجرام دلوقتي بننزل عليها معلومات كده سريعة، يعني روح لك خد لك بص. يلا اتكل على الله. خد تعالى، انت رايح فين؟ انت جاي تتحرك دلوقتي؟ استنى ما جت عليا. اقعد واسمع، تعالى اكمل لك قصة ايمن واشرف. ده احنا الموضوع لسه هيصحى. الوظيفة اللي هو شغالها اللي جايبه له مرتب كبير وعروسة حلوة، وعشان كده الجيل الثاني والثالث اللي بيفرسوا هم بيفرسوا الجيل الاول فعلا. اصل الشركات اللي تستهزف يعني عمرك مثلا ما هتلاقي مطعم غالي ونضيف طالع بيعمل اعلان ويقول لك احنا عاملين عرض البوكس ب 200 جنيه وفي سندوتشين ومعاه كب جبنه. الطبقه المتوسطه والاقل المتوسطه هي اكتر طبقه مستهدفه، لان دي اكتر طبقه بتصرف فلوس.